كواليس واخبار مثيره هنتابعها مع جمهورنا الغالي زي ما عودناكم، وهنعرض كل التفاصيل والكواليس امامكم، وكمان هنناقش مع ضيوفنا الكبار اللي هيشرفونا وينورونا ودايما بتستمتعوا بيهم. عارف ابدا ازاي يعني؟ ما تقول حاجه نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. اعزائي المشاهدين، مذيعات او جميلات قناه الحياه، اميره بدر، شيرين سليمان، دينا فاروق، برحب بيكم والاستوديو التحليلي مباراه الاهلي والزمالك. دلوقتي داخل برج العرب، فرحه جماهير نادي الزمالك واللعيبه. طارق حامد، مبروك الفوز، فوز غالي، اعتقد توجتوا مجهود كبير جدا بالفوز بالكاس النهارده. هو مش هيتخصم مننا فلوس لو اتكلمنا بس؟ لا كابتن اسماعيل تمام. لو اتخصم مني اخدهم منك؟ انا مسؤوليتك؟ الجديد اللي هنسمعه دلوقتي انباء عن اقاله ميدو وحازم امام او استقاله ميدو وحازم امام. ده اللي جاي لي في الاستوديو. فوز الزمالك بكأس مصر. معانا على الهوا المستشار مرتضى منصور، اللي انا قبل الماتش وقبل اي حاجه بحييه، لان هو لن يقبل اي تجاوزات من الجماهير ضد النادي الاهلي. لو سمحت وسع الكاميرا. مش هتقدر تدي الباور اللي انت هتديها قبل الفطار بعد الفطار. حتى الماتشات هيبقى في مشكله في الماتشات بعد الفطار في رمضان، اللي انت لما تلعب الفطار هيبقى الماتش قريب قوي من الفطار، فمش هتلحق تعمل حاجه. بس هاتوا بقى شعره خلاص اتسرح، هاتوا بقى خلاص، هاتوا بقى شعره اتسرح بقى خلاص. انت حطيت ايه؟ حط لك حاجه حلوه مهمه. حاجه حلوه يا ابن اللعيبه. منتخبنا الوطني والاستعدادات الجديه لمباراه مصر وغانا. خلاص دخلنا في الامتار الاخيره لمباراه مصر وغانا. مبروك يا شيماء. الله يبارك فيك يا مهيب، ومبروك للشعب المصري. مبروك للشعب المصري. ده حاضر يعني جيت في عينك معلش. وحاسب الشوط الثاني خلي بالك معلش. الف مبروك، وان شاء الله اللي جاي احسن. ان شاء الله اللي جاي احسن والله. رسميا من خلال تصريحات مستر كوبر خارج مباراة مصر وغانا، مستمرين معاك وتغطية خاصة وحصرية على الهواء مباشرة. حياتك العائلية يعني أنا عايز أخرج بس شوية الناس عايزة تعرف عنك برضو، يعني ولادك، مراتك، ودايما هي بتبقى معاك وفي كل مكان، ما بتسيبكش خالص. عارفة ان انت عارفة ان انت شقي. يا اخي عيب انت صغير، ده انت رخم. ايه ده؟ يا سلام، بتحب الترشي؟ اوبا، عندك ترشي؟ قفشي حلو قوي ده. مين هون المجات؟ بقول لك ايه، انت ما تخشش المطبخ خالص. واضح انه ما بيخشش خالص، بيعمل المجات. مش عارف الدنيا فيها ايه. بدخل اجيب فاكهه واطلع بس. ومباراة الاهلي والزمالك هتقول لنا ايه النهارده؟ والله يعني نفسي الاهلي والزمالك دايما يلعبوا مع بعض مش ضد بعض. انا بص ممكن اخرب لك البرنامج. يعني ايه يلعبوا مع بعض مش ضد بعض؟ يا رب والنبي ارحمني يا رب. ما تخلونيش اقطع هدومي بقى واقلعها وامشي في الشارع من غير هدوم. لو سالتك النهارده هو كان في ماتش انت هتفتكرني بضحك عليك. انا فعلا بس عارفه ماتش الاهلي والزمالك مختلف، يعني بيبقى حدث كل مصر تتفرج عليه. بس يعني فعليا انا ما اعرفش ضربه الجزاء من ضربه القلب. يا جماعه دي مصر، ده انا هسخسخ خلاص، هسخسخ. اعتقد عفروتو انت كنت المفروض في حته تانية. لا والله بجد والله مش عارف في ايه. مش عارف والله. ممكن مصطفى أثر في حق نفسه من غير ما ياخد باله، كتير والله. اللي جاي احسن ان شاء الله. انا عايز اخبط فيك تخبيط بس مش قادر. لا والله يعني انا كل حاجه نصيب، بس انا حاسس ان انت السبب. لما كنت بقف في نص الملعب العب لوحدي كده واعمل كده وانتوا ايه هي دي مصر. الله اكبر. نجاح لمصر ولتشاد، واذا كان تشاد نجحت. شكلك من امبابه او 100 عقبه. عامل ايه يا كهرباء؟ زي الفل. مبروك يا كهرباء. الله يبارك فيك. انا بحبك تضحك كده على طول. اهم حاجه الابتسامه. ما تقولش نجاح الموجه يا جماعه. بعد روما كده. والله ربنا يسهل ان شاء الله، ونقدر نبسط الشعب المصري. فابريزو رومانو ده المدير الفني الجديد لليفربول. معاك حبيبك الياس الجلاصي. لا والله. ايه رايك بقى؟ صباح الفل يا الياس. يا الياس حبيبي. ازيك يا الياس؟ ازيك يا الياس؟ ازاي صحتك؟
يا ابني والله العظيم بقالي سنتين من اول ما شفتك وانا بقول للمسؤولين في الاهلي وفي الزمالك اللي عايز بطولات ويحافظ على البطولات لازم تكون انت في فرقته. ما تكشف داهيه غير صاحبك اللي تثق فيه. هو صاحبك اللي تثق فيه هو اللي يوديك في داهيه. لعبت امبارح في مباراة الزمالك والمصري؟ يا ريت ما كنت لعبت. حد كلمك بعد المباراة؟ احنا على الهوا ولا ليه؟ لا ده بيني وبينك مش على لا ده احنا بيننا وبين بعض. حد كلمك؟ احنا لسه قاعدين في الاستراحه. في فاصل دلوقتي. حد كلمك؟ كلمني اللي شعره طويل. مين؟ بس ماشي، انا عايز اشرب ميه لاني عطشت جدا. بامانه كده يا الياس، لو الزمالك عرض عليك عرض جاد تروح؟ انا شوف الراجل جاي معاكم انا اروح معاه حتى للسودان والله. انا بعتذر يعني الجمهور المصري والاداره والجهاز الفني. ما كنتش عارف انه انا على الهوا، يعني ممكن اي واحد يقول كلمتين مجامله. الياس الجلاصي في منه مش على الهوا. اولا انا عايز اوجه الشكر لقناه MBC الحقيقه لانها قررت ايقاف البرنامج. تدي فرصه لباسم يشتغل في الحته دي، هو نفذ ويمكن سجل الهدف الاول من كلامه. وليد سليمان من اللعيبه اللي ادت اداء رائع رائع. البعد النفسي في لقاءات القمه، البعد النفسي في لقاءات القمه كلهم يعني ده على الهوا مباشره الزميل مهيب، فمش عارف اقول له ايه. كلهم لعيبه رد لاني ما ردش الاساءه. كلهم لعيبه رائعين وانتوا انا اسف وانتوا ناس اعلام رائعين كمان. كابتن مهيب، يا اهلا بيك يا عبد، اتفضل. عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. انا عايز بس اسالك سؤال. اتفضل. حضرتك اهلاوي ولا زملكاوي؟ عشان انت حيرتنا الصراحه. طب هتفرق معاك في ايه يا عبد الرحمن؟ معلش ده انت على اسم ابني حتى يا اخي. زمهلكاوي. انا زمهلكاوي. والله طبعا شايف ان الزمالك ضغط المطوشه عامل دروب معاه شويه، وشايف ان التركيز بتاع اللعيبه في ماتش الترجي، بس طبعا الزمالك لازم يعرف ان دي بطوله ودي بطوله، والدوري لازم يتحسم بدري، وان شاء الله مع نزول حازم امام وجمال حمزه الوضع هيختلف، وان شاء الله الزمالك هيكسب. استطلاعات الراي النهارده بتقول ايه للزمالك وبلديه المحله؟ والله طبعا يعتبر دي اخر فرصه للزمالك ان هو يصالح جماهيره والجهاز الفني ان هو يستمر يعني في مكانه، وان شاء الله احنا بنتمنى كلنا ان الزمالك ينهي الموسم ببطوله. الزمالك يحسم الدوري النهارده ونفوز بالدوري عشان ما نخشش في جدالات كتيره. الشوط الاول بدا حماسي من نادي الزمالك، والاهلي كان قلل شويه في الشوط الاولاني، وبعد كده نتمنى التوفيق طبعا لنادي الزمالك ان هو يستمر على نفس منهج الشوط الاولاني. هو نادي الزمالك محتاج بس لثقه علشان يرجع للزمالك اللي عودنا على الانتصارات في اول الدوري. بقول ان الدوري لسه بدري عليه والدوري في الملعب. يا ابني الحلال اوعى كاميرا.